لو انت بتدور على ركنة تكون قوية ومتينة وتعيش معاك سنين، الركنة دي انا اضمنها لك بعمري. الركنة دي عملناها في الورشة خاصة للأستاذ رامز. الركنة معمولة كونتر طبقات 10 ملي على شاسية موسكي. هقول لكم في الفيديو ده أسرار من قلب الورشة. أول حاجة في أي شغلانة لازم أول حاجة إن احنا نقطع الخشب. هنا دي الرجول الأمامية والخلفية، بنعملهم خشب 15 سنتي في 5 سنتي. الرجل الأمامية بتكون 28 سنتي، والرجل الخلفية بتكون 78 سنتي. هنبتدي نستخدم الماكينة الرابو في مسح الخشب، وبعدين نعدي مرحلة التخانة، ثم بعدين نقطع الشاسية. الشاسية بيكون 2 سنتي ونص في 7 سنتي ونص. نبتدي نقطع المقاسات المطلوبة. الركن أنا بعملها 74 سنتي العمق بتاعها. نبتدي بعدين نخش في مرحلة النجر، نبتدي ننجر الرجول بتاعتنا. النجر اللي بيبقى بعرض الخشبة بيكون 5 سنتي، والنجر الجوين بيكون 8 سنتي. دي الرجل الخلفية بعد ما احنا عملنا عملية النجر. نيجي لتوحيد الخشب اللي هو الخاص بالشاسية، هنعمله 74 سنتي. أما الخشب الطويل فده على حسب المكان اللي عندك. هنا بنعمل عملية الشرح اللي هو عشان نعمل اللسان. اللسان بيكون اللسان طوله 8 سنتي، واللسان اللي داخل فيه الرجل بالعرض بيكون 5 سنتي. نيجي لتجميع الرجول بالشاسية. أول حاجة هنعملها هنبتدي أنا هنا بفرز اليمين من الشمال، لأن عندي في يمين وفي عندي شمال في الركنة. هنبتدي أول حاجة نعملها نغري اللسان. واللسان في خطوة اللسان أهم حاجة يكون اللسان نازل شحط معايا، وهنا طوله 8 سنتي. زي ما شايفين اللسان داخل في الرجل متعشق كويس خالص، والغيرة كمان بيديله متانة وجوه. وفي حاجة تانية هنعملها نديله متانة وجوه أكتر من كده. تابع معايا واحدة واحدة، وما تحاولش إن أنت تقدم الفيديو لأن الفيديو كله تفاصيل. الفيديو ده تقريبا شغل 3 أيام متلخص فيه 8 دقايق. فنركز مع بعضينا واحدة واحدة. هنا أنا بمشي على العلامات اللي محددها وابتدي نركب الشاسيه اللي هي السجاسات بتاعة العرض، وبعدين نغري اللسان التاني اللي هو في الاتجاه الآخر. هنا ده اللسان ده طوله 5 سنتي بسمك الرجل كلها. بيبتدي ان هو يدخل معايا في المكان المخصص بتاعه. وهنا بنأكد على مكان العلامات اللي متعلمة في كتابة الرجل أثناء النجر. تمام. أهم حاجة نأكد عليها الزاوية، إن تكون الرجل الخلفية عاملة زاوية 90 مع الشاسية اللي هو الخاص بالمقعد. دي أهم نقطة أنا بعملها دلوقتي. بربط مسمارين سن صاج بطول 4 سنتي، بمسك بيهم اللسان مع الرجل. ده بيمنع الخشب إن هو يرجع للخلف من اللسان. نفس اللي عملناه في العرض هنعمله في الطول، ونربط مسامير 4 سنتي بطول الشاسية كله. ونأكد على موضوع الزاوية، لأن الزاوية هي اللي هتريحنا بعد كده في الشغل. ما يبقاش في عندنا جنب مايل وجنب عدل، أو رجل مفتولة أو الركنة تكون مفتولة مننا. نمشي خطوة خطوة واتبع معايا التعليمات واحدة واحدة. هنا أنا بأكد على موضوع العلامات. زي ما شايفين العلامات اللي متعلمة في النجر احنا بنمشي عليها. بندي مسمارين. المسمارين اللي بديهم زي ما انت شايفين بديهم بزاوية، واللسان ان هو طويل طوله 8 سم لجوه بيساعدني ان انا اربط المسمار بعيد علشان الخشبة ما تتشرخش مني مربط المسمار قريب. هنا هنربط كل 30 سنتي عرضة عشان تشيل معايا الشاسية. هنا بعدين هنجلد الركنة بتاعتنا كونتر طبقات 10 ملي كلها حوالين داير. زي ما شايفين ده كونتر طبقات. المسافة من الشاسية للشاسية دي 25 سنتي، وبنسيب 3 سنتي تحت للرجول. بنبتدي نربط كم مسمار كده هوا، وبعد كده بنسمر مسامير 3 سنتي دج. هنا الأستاذ يوساب والأستاذ إيفان نزلوا يساعدوني. تمام. فهم بيسمروا معايا، وهنا الأستاذ إيفان شغال بيغري.
مشغلين معايا مروجين عليه الورشة، هم بينزلوا تحت، هم صراحة بيروجوا عليه، حتى جايبين هنا شيبسي ندوا عليه بيقولوا تعالى يا تعالى بابا كل معانا، ربنا يخليهم ليا. فهنكمل سمير الجلسة بتبقى برضه معانا 10 ملي كبس كونتر طبقات. تركيب المخدع بنغري المخدع من الطرفين، ونبتدي حتة الخشب دي بتكون معايا بوصة في 15، يعني 2 سنتي ونص في 15 سنتي. زي ما انتم شايفين احنا جلدنا كل حاجة جلدناها كونتر طبقات، فانا الكونتر الطبقات اللي انا مجلده في الرجل مكمل الرجل ببتدي ان انا اسمر فيه مسامير سنتي 5، وبعدين هاجي من فوق هربط مسامير سن صاج 5 سنتي. في ناس ممكن تقول لي اعمل كويلة او اعمل لسان، انا مش عايز اضعف، لو انا هعمل كويلة او لسان فوق هستخدم القطعة اللي فوق 2 بوصة في 5، تمام. فعشان الركنة ما تتجلش مننا فانا خدتها بوصة في 6. هبتدي بعدين اجلد الركنة، اي حاجة هنجلدها معانا كونتر طبقات 10 ملي. بعدين هنعمل الظهرية، هنثبت القطعة اللي في الظهر معانا واخدة نفس شكل الرجل، وبعدين هناخد سدابة من فوق وسدابة من تحت، وهنا انا وزحت عليها الظهرية. هنربط مسمار سن 5 سم من فوق في كل المسافات. بعدين هنبتدي ان احنا نعدل الزاوية لكل سواس احنا خدناه، كل جاي احنا خدناه ونديله مسمار جراشلي، تمام، عشان ما هو ما يرمحش مننا يمين او الشمال. بعدين نعدل الزاوية ونديله مسمار جراشلي تاني من ورا. واحنا مش هنعتمد على المسمار او الغيرة، لا احنا اوريكم نعمل ايه. احنا بعد ما نعدلهم كلهم هنبتدي من الاسفل، هنعدل الركنة بتاعتنا وندي كل جايم مسمارين سن صاج من تحت 5 سنتي. يبقى هنا الظهرية مربوطة في الجلسة وهي مربوطة في الشاسية اللي موجود معايا. بعدين هنجلد الركنة بتاعتنا في الظهرية بالابلاكاش المسامير دج كلها. وهنا الدوران هنبتدي نمشي واحدة واحدة بالجمط، نسحبهم واحدة واحدة، وبعدين نربط الركنة بتاعتنا. الظهرية عشان فيها كيرف دوران من ورا نبتدي نسمره بمسامير مسمار دج عادة، ما نستخدمش المسامير الصنارة في الدورانات عشان المسمار الصنارة هيطلع من الدوران. بعد كده اهم حاجة بنعملها ان احنا نمسح اي زيادات من الغيرة، نبتدي نمسحها وننظفها عشان الشغل بتاعنا يكون نظيف. ودي النتيجة النهائية لانتهائنا من الركنة. الزاوية والكنبتين معمولين بنفس الشكل. لو عجبك الفيديو اشترك معنا على القناة، وياريت تدعمونا بلايكاتكم وشيروا الفيديو لو عجبكم على وسائل التواصل الاجتماعي. سلام ليكم، سلام للجميع.